تخيل يا صاحبي تقضي 10 سنوات من عمرك تتعلم الرسم، تضبط المنظور وتكسر ظهرك عشان ترسم صفحة واحدة، وفجأة يجي شخص ما يعرف يمسك القلم وبضغطة زر واحدة ياخذ منك المركز الأول والجوائز. لا تصدق اللي يقولون لك هذا فن، هذا اسمه استهبال رقمي، والمصيبة أن الناس صفقوها. السالفة وما فيها، مانجا كاملة معمولة بالذكاء الاصطناعي فازت بمسابقة رسمية. الكاتب سماها إبداع، وأنا أسميها تجميع وتلزيق. الأخ ما رسم خط واحد، هو جالس يلعب يا نصيب، يكتب ولد يركض ويضغط زر ويتمنى البطل ما يطلع له 6 أصابع. هذا مو رسم، هذا قص ولزق لصور جاهزة انرمت في وجه القارئ بدون أي روح. بس لحظة، الصدمة مو هنا، الصدمة في اللي صوتوا. هل تعتقد أن بشر حقيقيين قرأوا هالتلوث البصري وأعجبهم؟ لا يا حبيبي، إحنا دخلنا مرحلة الإنترنت الميت. روبوتات صنعت المانجا، وروبوتات ثانية قيمتها، ومنصة ميتة عطتها الجائزة. الشخصيات تتغير ملامحها كل صفحة، الخلفيات تذوب، والحوارات مجرد حشو سواليف ما لها معنى، لأن الذكاء الاصطناعي يهبد عشان يعبي الفراغ. هذا مو مستقبل الفن، هذا مقبرة الإبداع. في النهاية، تبي تقرأ قصة كتبها شخص تألم وعاش، ولا قصة ولدها سيرفر عشان يبرد على معالجاته؟ الموضوع خطير يا جماعة. هل تشوفون أننا ظلمنا الرسامين، ولا هذا هو الواقع الجديد؟ أعطوني رأيكم في التعليقات، ولا تنسون اللايك إذا انقهرتوا مثلي، ويلا سلام.